في حياة كل واحد فينا قصة حب مش بنحكيها لحد، لأن مجرد حكايتها بترجع الوجع تاني. القصة دي مش عن شخص ولا عن اتنين، القصة دي عن قلب حب بزيادة ودفع التمن لوحده. كان في إنسان قلبه نظيف، من الناس اللي لما تحب بحب بصدق، تحب من غير حساب، وتفتكر إن النية الحلوة كفاية تحميها من الأذى. كان فاكر إن الحب معناه تطمن وتسند وتدي من غير ما تسأل هتاخد إيه. ولما دخل الإحساس حياته ما حسبهاش، ما قاسهاش، ما حطش حدود. قال ما هو الحب كده، إما كله يا بلاش. والبداية كانت هادية، كلام بسيط، ضحكة في وقتها، اهتمام يخليك تحس إنك مهم. ومع الأيام القلب اتعلق، مش شوية، اتعلق لدرجة إنه بقى شايف الإحساس ده ملجأ وأمان ونقطة رجوع. بقى لو فرحان عايز يشارك، ولو زعلان عايز يهرب له، ولو تايه يحط عليه أمله. من غير ما يحس ابتدى ينسى نفسه، ينسى راحته، ينسى إن الإنسان ما ينفعش يعيش معلق على حد. والطرف التاني كان موجود، بس وجود من غير نفس العمق. حب هادي محسوب، مش وحش بس مش بنفس القوة. وهنا من غير خيانة ولا غدر ولا نية أذى اتخلق الوجع. واحد بيدي من قلبه والتاني بياخد على قده. واحد شايف العلاقة حياة والتاني شايفها جزء. ومع الوقت الحاجات الصغيرة كبرت، التأخير بقى يقلق، السكوت بقى يوجع، والكلمة اللي ما جاتش جرحت أكتر من 1000 كلمة جارحة. والقلب بدل ما يقف ويفهم ابتدى يلوم نفسه. يمكن أنا زيادة، يمكن أنا تقيل، يمكن أنا اللي بطلب كتير. وزود من عطائه وسكت عن وجعه وبرر غياب غيره، مش لأنه ضعيف لكن لأنه صادق. والصادق دايما آخر واحد يفهم. وفي لحظة، مش نهاية درامية ولا خناقة ولا فضيحة، موقف بسيط كشف كل حاجة. شاف اللي كان فاكره أمان مكمل مبتسم مرتاح من غيره. وساعتها القلب وقع، مش لأنه اتساب لكن لأنه فهم إنه كان لوحده من بدري قوي. مشي من غير صوت، من غير عتاب، لأن العتاب بيتحمله لما يكون في أمل. والأيام عدت والوجع كان تقيل، خصوصا في الليل لما الهدوء يفتح كل الجروح. لكن الوجع ده ما كانش بيكسر، كان بيعلم. فهم إن الحب مش إنك تذوب ولا إنك تلغي نفسك ولا إنك تستحمل على حساب روحك. فهم إن اللي يحبك ما يسيبكش دايما في وضع انتظار ولا يخليك تشك في قيمتك. فهم إن القلب مش مفروض يتقدم كل مرة واحدة. وفي يوم قابل إحساس جديد شبه القديم، لكن المرة دي كان واقف، مش جعان اهتمام ولا متعلق ولا مستعد يخسر نفسه عشان حد. ابتسم ومشي، مش هروب لكن وعي، لأن بعض القصص ربنا بيحطها في طريقنا علشان تعلمنا مش علشان تكمل معانا. وهنا تيجي الحقيقة اللي لازم تتقال. مش كل حب ينفع يكمل، بس كل حب ينفع يعلم. أسوأ خسارة مش إنك تخسر شخص، أسوأ خسارة إنك تخسر نفسك وإنت بتحاول تحافظ عليه. اللي يحبك بجد ما يخليكش تتوسل اهتمام ولا تبرر غياب ولا تستنى كتير. واللي قلبه نضيف مش مفروض يدفع تمن نية غيره. لو حسيت يوم إنك دايما اللي بتبدأ واللي تصلح واللي تعدي واللي تسكت، راجع نفسك، مش عشان ترجع لكن عشان ما تكررهاش. الحب مش بطولة ولا تضحية عمياء، الحب راحة وتوازن وأمان. وآخر حكمة وأصدقها، مش كل اللي نمشي من حياتهم نكون خسرناهم، أحيانا نكون أنقذنا نفسنا. وده أقوى تأثير ممكن، لأن الإنسان مش بيتأثر بالكلام العالي قد ما بيتأثر بالكلام الصادق اللي طالع من وجع حقيقي. والقلب لما يتوجع مرة بجد بيفهم حاجات العقل ما كانش قادر يفهمها وهو مرتاح. بيفهم إن اللي كان بيعتبره ضعف كان في الحقيقة زيادة حب وزيادة نية وزيادة أمل. وبيفهم إن مش كل اللي قرب كان يستاهل القرب، ومش كل اللي سمع كان بيسمع بقلبه. وفي اللحظة دي بيحصل التحول الحقيقي، مش تحول قسوة ولا برود لكن تحول وعي.
يبقى الإنسان أهدى، أقل اندفاع، أكثر فهما. ما بقاش يستعجل ولا يربط سعادته بحد، ولا يسلم قلبه من غير ما يشوف اللي قدامه يستاهل ولا لأ. بيبقى عارف إن اللي هيحبه بصدق هيحس بتعبه من غير ما يطلب، وهيلاحظ غيابه من غير ما يشتكي. وعشان كده ما بقاش يخاف من الوحدة زي الأول، لأنه جرب إن أسوأ وحدة مش إنك تبقى لوحدك، لكن إنك تبقى مع حد ومش متشاف. وفي الوقت ده بيفتكر نفسه، بيرجع الحتت اللي كان سايبها ورا، بيرجع أحلامه وأصحابه وحياته، بيضحك تاني، مش ضحك عالي لكن ضحك مطمن، ويفهم إن اللي مشي ما أخدش حاجة غير تجربة، واللي فضل هو اللي كسب نفسه، وكسب احترامه لنفسه، وكسب قلب بقى أنضف وأوعى. وساعتها حتى لو الحب رجع أو إحساس جديد جه هيكون مختلف، مش حب يعتمد ولا حب يتوسل، لكن حب واقف على أرض ثابتة، حب يعرف إمتى يقرب وإمتى يبعد، من غير خوف ومن غير ندم. وده الدرس اللي مش سهل بس صادق، إن القلب لما يتحط في المكان الصح ما يتكسرش، وحتى لو اتوجع بيقوم أقوى. وعشان كده لو القصة دي لمستك أو فكرتك بنفسك أو رجعت وجع كنت فاكره راح، ما تزعلش، ده معناه إنك كنت حقيقي، وإن قلبك لسه حي، وإن اللي جاي لو اخترته صح هيكون أهدى وأصدق وأقرب للي تستاهله بجد. ويمكن أكتر حاجة اتغيرت بعد الوجع مش طريقة الحب، لكن طريقة الفهم. بقى يفهم إن القرب مش بالكلام ولا بالوعود ولا بكتر الحضور. القرب الحقيقي إنك تحس إنك مش لوحدك، وإن اللي قدامك شايلك من غير ما تقول، وملاحظك من غير ما تطلب، وحاسس بتعبك قبل ما تشتكي. وبقى يفهم إن اللي يحبك بجد مش هيستنى لحد ما تبعد علشان يحس بقيمتك، ولا هيستمتع بغيابك، ولا يتعامل مع وجودك كأنه مضمون. وعشان كده ما بقاش يستعجل أي إحساس، ولا يجري ورا أي علاقة، ولا يضغط على قلبه علشان يرضي حد. بقى سايب الأمور تاخد وقتها، لأن اللي شبهه هيقرب لوحده، واللي مش شبهه هيبعد لوحده، من غير خناقات، من غير عتاب، من غير كسر. وبقى يعرف إن الهدوء مش برود، وإن البعد مش دايما أسوأ. أحيانا البعد بيكون احترام للنفس، وهدوء بيكون شفاء. وبقى لما يفتكر اللي فات ما يجلدش نفسه ولا يندم ولا يلوم قلبه، يبتسم لأنه عارف إنه وقتها كان بيعمل أحسن حاجة يعرف يعملها. كان بيحب على قد قلبه، والقلب ما بيغلطش، هو بس بيتعلم. وعشان كده لو الحب رجع يوم مش هيبقى بنفس الصورة، لكن هيبقى أنضف حب، ما يلغيش وما يضغطش وما يخليش حد يتنازل عن نفسه. حب يكمل مش يستنزف. وده يمكن أصعب نوع حب، لأنه محتاج وعي مش اندفاع، ومحتاج حد شاف الوجع وفهمه ومكمل من غير ما يقفل قلبه. وفي اللحظة دي الإنسان ما بيبقاش محتاج يثبت أي حاجة، ولا محتاج يشرح ولا يدافع ولا يبرر. اللي شبهه هيفهمه، واللي مش شبهه مش لازم. وده السلام اللي بيوصل له بعد تعب طويل، سلام يخليك تنفع تحب وتنفع تمشي من غير ما تتكسر، وتفهم إنك مش اتأخرت ولا خسرت ولا ضيعت. لو استفدت من الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك، واترك لنا تعليقا بأن المعلومة وصلت بالطريقة الصحيحة. سلام.